السلام عليكم المشاهدين ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم التخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مركز الليمون او الحامض، كل واحد وشنو كيسميه. كاين اللي كيقول الليمون، كاين اللي كيقول الحامض. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. غادي نشارك معكم العصير ديالي، كيجي زوين ولذيذ واقتصادي وبمقادير بسيطه متوفره في كل بيت ومزيان، وكيجيب كميه كثيره. يعني تبارك الله كيعطي واحد الكميه كثيره بالنسبه للوليدات كيبغيو العصير د الليمون. غادي نقدم معكم المقادير. عندنا كيلو ديال الحامض، عندي نص كيلو ديال السنيده، غندير حكاكه باش غادي نحك الليمون ديالي. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. نتمنىكم تدعمونا وتبارطاجيو الفيديو ديالنا وتفعلوا زر الجرس اللي ما مشتركش يشترك معنا باش فوقاش ما نحطوا اخوتي الجديد يوصل لكم. ودعمونا، الله يوقف معاكم، الله يسهل عليكم. بالنسبه اللي بغى يضاعف المقادير يضاعف. انا درت كيلو د الحامض ودرت نص كيلو ديال السكر سنيده. وبالنسبه للاخوات ديالنا المشاهدين ديالنا العزاز وبغاو يضاعفوا المقادير ديروا 3 كيلو، يديروا 4 كيلو، كل واحد وجهدوا اخوتي المشاهدين. المهم انا درت كيلو ديال الحامض غندير فيه نص كيلو ديال السنيده. اللي دار 2 كيلو يدير كيلو د السنيده، اللي دار 3 كيلو يدير كيلو ونص. المهم بحال اللي غتقولوا اخوتي المشاهدين نص كيلو في الكيلو. كيلو د الحامض كنديروا نص كيلو ديال السنيده. وانتم ماشيين تضاعفوا المقادير على حسب كل واحد وقياس اللي يبغي يدير. كاين اللي بغى يدير بزاف، كاين اللي بغى يدير شويه. هادشي اللي كاين. وواحد الاضافه اخوتي، اللي بغى يدير واحد الساشيه د الفاني يديرها، اللي بغى ينسم بداك الساشيه يديرها. انا الصراحه ما عنديش وما غاديش نديرها، بغيت نخليه في الطبيعه ديالو غير حامض وصاف. اللي بغى يديرها وكيبغي داك النكهه ديالها يديرها، ماشي مشكل. هادشي اللي كاين اخوتي. هانتوما المشاهدين ديالنا، كنحك الحامض ديالي، كنحكو مزيان. ما كندخلش في داك القشره البيضاء اخوتي المشاهدين، حيت الا دخلتو في داك القشره البيضاء غادي تمرر الحامض. العصير ديالكم غادي يمرر، غادي يجي فيه واحد المذاق ديال المروره. من الاحسن ديروا غير هاد الطبقه اللي من الفوق صفراء صافي، وداك البيضه تحاولوا ما تدخلولهاش. كتكونوا تحكوا غير داك الصفراء الفوقانيه بهذا الشكل اخوتي. انا وحده حكيتها نوريكم كيفاش. المهم داك البيوضه ديال الحامض ما خصهاش تدخل، ديروا غير داك القشيره الصفراء اللي من الفوق باش الحامض ديالنا عفوا العصير ديالنا ما يجيش مر، يجيش داك المذاق ديال المروره. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. غادي نكمل الحكان ديالي د الحامض ونعاود نرجع معكم. هانتوما المشاهدين ديالي العزاز، من بعد ما حكيت داك الحامض كامل داك الكيلو كيعطي الصراحه كيعطي كميه غير قليله. اللي بغى يضاعف المقادير يجي اكثر. وكنعصر دابا الحامض ديالي، انا بديت كنعصرو هنايا كله. من بعد ان شاء الله من نعصرو ونسالي داك الساعه غادي نخوي على هذا الحامض ديالي وغادي نخلط مزيان وغادي نعاود نتابع معكم اخوتي. واحد الملاحظه المشاهدين ديالي، الاحسن ما ديروش بانيو ديال البلاستيك ملي تكونوا كتحكوا الحامض. من الاحسن يكون ديال الدجاج باش يجي العصير صحي اكثر، حيت غادي يبقى في الثلاجه ليله كامله. من الاحسن نديروه في شحال ديال الدجاج. انتم المشاهدين ديالنا، من بعد ما حكيت داك الحامض خلطت عليه داك نص كيلو ديال السكر سنيده او السكر حبيبات نص كيلو. كنبقى كنخلط مزيان باش كيدخل في بعضياته، كينسجموا العناصر بجوج. ومن بعد ان شاء الله عاد كنضيفوا داك العصير ديال الحامض اللي عصرت، غادي نضيفوا على هذا الشيء ونولي نخلط مزيان. ومن بعد ان شاء الله غنديرو في الثلاجه، غادي يبقى مده ليله كامله هو في الثلاجه. وكل ساعه تمشي المشاهدين ديالي تحركوا دوزوا هكا يديكم فيه فيما تدوروا هكا في المطبخ، ولا تمشيو للثلاجه تحلوا دوزوا هكا تدويزه خفيفه هكا كتطلعوا داك السكر اللي في التحت باش كيتخلط مزيان كيرجع بحال السائل. كيجي العصير ناجح وزوين ولذيذ. وهذوك القشور اخوتي المشاهدين اللي عصرت كتحتفظوا بهم في المجمد. نهار اللي كتبغيو تصوبوا الدجاج ولا تصوبوا هكا شي وصفه اللي كتحتاج تغسل بالحامض
كتجبدوا هاد القشور وكتغسلوا بهم، ما كنلوحوهمش. حنا في القناه ديالنا حتى حاجه ما نبغيوها تضيع، الشعار ديالنا هو حتى حاجه ما نلوحوها. هادشي اللي كاين، ونديروا وصفات اقتصاديين لاي واحد يقدر يصوبهم. اخوتي المشاهدين، هادشي اللي كاين. دابا غادي نخلط داك الحامض اللي عصرت، نحاول ما نهبطش داك الحامض اللي عصرت كله، وكنخلط مزيان. كنخلط باش داك السكر اللي في القاع ديال الاناء يتخلط مزيان. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. والصراحه الا كان داك الحامض الرطب الكبير هذاك كيطيح كميه اكثر ديال العصير. هذا بحال اللي عندي شي شويه الحامض شي شويه صغير، بحال اللي ما طيحليش مزيان العصير ديال الحامض. صافي غادي نبيتو ليله كامله اخوتي المشاهدين ديالنا العزاز، غادي نبيتوهم هكا في الثلاجه ليله كامله. من بعد ان شاء الله غادي نولي نعاود نصفيه ونشارك معكم الطريقه كيفاش. هانتوما المشاهدين ديالي العزاز، هانتوما العصير ديالي كيفاش رجع بحال شي سيرو، كيرجع خاتر. هاد العظيمات هادشي اللي كتشوفوا كله غادي يتصفى، غادي يبقى غير السائل ديال العصير. هادشي اللي كاين اخوتي. غادي نصفيه فواحد الصفايه، ومن بعد ان شاء الله غادي نبقى ندير كاس العنبه في طرود الماء، كيجي قياس نيشان. اللي بغى يطحن معاه الفواكه اللي عنده، اللي ما بغاش كيدير غير يطرد الماء ويشربو هكا، كيجي بحال الموناضه بحال السيترون، كيجي زوين ومنعش، كيبغيوه الدراري الصغار والكبار. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. كويس هذاك هو القياس، كيجي نيشان كاس ديال العنبه في طرود الماء. هادشي اللي كاين اخوتي. هانتوما المشاهدين ديالنا من بعد ما صفيتو كيعطينا هاد اللب هذا كنحتفظوا به، ما كنلوحوش اخوتي المشاهدين. كنديروه في شي حاجه ونديروه في المجمد. كنوليو واحد العظيم هنا مزولو، كنوليو كنسمو به لي كيك، كنسمو به المادلين، دوازات، شي حاجه اللي كتبغي الحامض غريبه ولا. المهم اخوتي اي حاجه ديال التنسيم كتنسمو به، ما كنلوحوش. كنجمعوه في واحد البواطه ولا في شي ميكا ديال الثلاجه، كنحتفظوا به. ملي كنبغيو نسمو شي حاجه كنسمو به. هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. وهانتوما العصير ديالي كيفاش جا، هانتوما كيجي بحال السيرو خاتر، كيجي لذيذ وزوين وكيبغيه الصغير والكبير الصراحه. العصير ديالنا اخوتي المشاهدين هو واجد. السيترون، الروح ديال الحامض كيجي قاطع. هاد الكويس ديال العنبه القياس ديالو وريتكم القياس، غادي ديروه في طرو ديال الماء. وهاي طرو ديال العصير عندكم واجد واقتصادي وسهل وبسيط، واي واحد تنجح معاه الوصفه اخوتي المشاهدين. يلا اخوتي نتمنىكم ديروا لي اللايك وتدعموني وتبارطاجيو الفيديو ديالي، وراه بالدعم ديالكم باش غادي نستمر اخوتي. يلا اخوتي مع السلامه، فيديو جاي ان شاء الله.